ببلش الفيلم سنة 1944 وقت الحرب العالمية الثانية بالمحيط الهادي، وبنشوف طيارة أمريكية بتوقع بتتحطم، والطيار اللي كان فيها نط منها ونجا بحياته. بيشوف إنه طيارة العدو كمان اتحطمت ووقعت، والطيار الياباني قدر يعيش. فالطيار الأمريكي بركض لعنده بيحاول يخلص عليه وبطخه بالنار، بس ما في ولا طلقة بتيجي فيه والذخيرة اللي معه بتخلص. فبيبلش يركض لأنه الطيار الياباني رفع سلاحه عليه، والياباني كمان بتخلص منه الذخيرة. فبيلحق ورا الطيار الأمريكي وبيظلوا يركضوا وبوصلوا للغابة لحد ما الطيار الأمريكي وصل لحافة الجبل. فصار مجبور إنه يدخل بمعركة مع الياباني اللي كان معه سيف، والأمريكي فعلا بدخل يتقاتل معه بدون سلاح، بس الياباني بتفوق عليه بالمعركة عشان معه سلاح وكان على وشك إنه يخلص عليه. بس بنفس اللحظة في غوريلا عملاقة بتضرب بإيديها على الأرض. بعدها بنروح لسنة 1973 وبنتعرف على اثنين علماء اسمهم بيل وبروكس. بيل وبروكس كانوا رايحين يقابلوا عضو من مجلس الشعب، بيورجوه صور بالقمر الصناعي لجزيرة على شكل جمجمة، وبيحكوا له الجزيرة هاي لسه ما في حدا اكتشفها، وبيطلبوا من عضو المجلس انهم يروحوا يستكشفوا هاي الجزيرة. وبيحكوا له الجزيرة هاي فيها اشي غريب لانها بتوقع الطيارات اللي بتمر من فوقها، واي سفينة بتمر من جنبها بتغرق. بس عضو المجلس ما كان مهتم بهالكلام وشايفها قصة خيالية وبتركهم وبيمشي. بس بيل وبروكس بيمشوا وراه وبيحاولوا يقنعوه، وبيحكوا له انه الروسيين كمان بدهم يستكشفوا هاي الجزيرة وممكن خلال 3 أيام يروحوا لهناك، فإحنا لازم نسبقهم ونكون متقدمين عنهم. عضو المجلس بيوافق وبحكي لهم أنا برتب لكم رحلة استكشافية لهناك، وراح يكون معكم جنود تحسبا لأي خطر. بعدها عضو المجلس بيتصل بالجنرال باكارد وبطلب منه يكون مع العلماء والموظفين اللي رايحين لجزيرة الجمجمة. الجنرال باكارد بتضايق شوي لأنه كان المفروض ياخذ إجازة، بس بيضطر يوافق. وبنرجع بعدها لبيل وبروكس، والمرة هاي هم كانوا رايحين يقابلوا ضابط جوية سابق اسمه جيمس. جيمس كان ضابط متقاعد وعنده موهبة كبيرة بتتبع أي إشي وعنده خبرة بالغابات. بيل وبروكس بحكوا له عن المهمة اللي هم طالعينها وبعطوا لجيمس مصاري مقابل هاي المهمة، بس جيمس كان شايف إنها مهمة خطيرة فبطلب 5 أضعاف المصاري. بعدها بنتعرف على مصورة اسمها ميسون. ميسون بتعرف بمهمة جزيرة الجمجمة وبتطلب إنها تنضم للمهمة وتصور كل الاستكشافات بالكاميرا تبعتها، وفعلا بيقبلوها بالمهمة. ثاني يوم كل اللي رح يشاركوا بالمهمة بتقابلوا بالمينا عشان رح يسافروا بالسفينة، والجنود اللي انضموا للمهمة ما كانوا مبسوطين لأنهم كان المفروض ياخذوا إجازة. وبيكون موجود معهم عضو من وكالة ناسا اسمه فيكتور. فيكتور بحكي لهم عن الجزيرة اللي هم رايحينها، بحكي لهم الجزيرة هاي كل سفن التجارة بتتجنبها وما بتمر من جنبها، ودايما حوالين الجزيرة عواصف. بس الجنرال باكارد معه طيارات حديثة رح تساعدنا ندخل الجزيرة، ورح نكون أول بعثة بالتاريخ بتدخل هاي الجزيرة، واللي رح يقودوا هاي المهمة رح يكونوا العالم بيل وعالمة الأحياء سان وعالم الأرض بروكس. بروكس بيكمل شرح المهمة وبحكي إحنا رح ندخل الجزيرة ورح نرمي قنابل فيها عشان يصير هزات أرضية ونعرف كثافة الأرض. وبيكمل الجندي شمبان وبحكي العواصف اللي رح تكون موجودة حوالين الجزيرة رح تمنع أي وسيلة تواصل بالعالم الخارجي، فيعتبر إن رح نكون لحالنا لحد ما فريق الإمداد يجينا بعد 3 أيام بشمال الجزيرة ونمشي معهم، وفريق الإمداد رح يكون معه أسلحة وأكل وشرب. وبعدها بتحركوا بالسفينة لجزيرة الجمجمة، ولما بيقربوا بشوفوا إنه العاصفة اللي حوالين الجزيرة أكبر مما كانوا يتصوروا، وبدخلوا العاصفة وبتطلع العاصفة شديدة كثير. بس طيارات الجنرال باكارد كانت قوية واستحملت وعدوا من العاصفة. بوصلوا الجزيرة وببين إنها جزيرة حلوة وكلها مناظر طبيعية، وبطيروا فوق الجزيرة لحد ما بوصل لمنطقة فاضية وبقرروا ينزلوا هون، وكل إشي بكون جاهز. والجنود بلش يرموا القنابل بالجزيرة وبتصير هزات قوية، والعلماء هون بيقيسوا سماكة وكثافة الأرض، وكل إشي بكون تمام لحد ما فجأة شجرة عملاقة بترمى على طيارة من الطيارات، والطيارة بتتدمر تماما. والطيارة الثانية بتشوف اللي صار وبتتفاجأ بإيد عملاقة بتمسك الطيارة، والجنود اللي بالطيارة بشوفوا كونغ بيدمر الطيارة وباكل واحد من الجنود. باقي الطيارات بتقرب من كونغ وبتلف حواليه. كونغ بيصرخ عليهم فبينزلوا عليه بشلال من ضرب النار، بس ما بيأثر فيه وبعصب وبضرب طيارة بإيده بوقعها على الأرض. وحاول يمسك الطيارة الثانية بس إيده بتنجرح من المروحية، والطيارة هاي بتوقع بالغابة. فبكارد بأمر فريق الدعم يروح للطيارة اللي وقعت، بس كونغ بيدعس على فريق الدعم وبخلص عليهم، وكونغ بيدمر كل الطيارات اللي حواليه، وطيارة الجنرال باكارد بتنجو بالعافية من هاي المعركة. وكونغ بيرمي جندي بالهواء وبصدم بالطيارة اللي فيها جيمس وميسون، وهاي الطيارة بتوقع بالغابة وما بيهدأ إلا لما يدمر كل الطيارات اللي حواليه. وباكارد شايف اللي بصير ومصدوم، وبعدها كونغ بيمشي من المكان. وبسبب اللي صار بأعضاء البعثة انقسموا لفريقين، والفريق اللي فيه جيمس بدرك إنهم قراب من النهر وإنهم لازم
لازم يتجهوا للشمال عشان يوصلوا لنقطة الإمدادات بشمال الجزيرة، وخصوصاً إنه كل الطيارات اتدمرت، فما في مهرب من الجزيرة غير عن طريق فريق الإمدادات. وعلى الناحية الثانية بكارد بتواصل مع الناس اللي قدرت تعيش، وشبمان برد عليه وبحكي له أنا الوحيد من طيارتي اللي قدرت أعيش، وبيعرفوا مكانه لبكارد، وبعدها الإرسال بينهم بنقطع، وبكارد بتوجه للمكان وبيقابل الجنود اللي ظلوا، وبيقابل بيل بعدها وبقعد معه وبيرفع عليه السلاح وبحكي له احكي لي الحقيقة انتوا اللي جيتوا على هاي الجزيرة. فبحكي له قبل 20 سنة كنت بسفينة مع عائلتي وفي حيوانات أسطورية هجمت على هاي السفينة وأنا الوحيد من السفينة اللي عاش وكل عائلتي ماتوا، وظليت أحكي للكل إنه في حيوانات عملاقة هجمتنا وإنه الحيوانات الأسطورية موجودة، بس ما في حدا صدقني، والحكومة أعلنت إنه اللي كانوا على السفينة غرقوا، وأنا عشان أثبت إنه كلامي صح ظليت أدرس الحيوانات الأسطورية اللي زي كونغ، بس ما قدرت برضو أثبت إنه هاي الحيوانات موجودة، فقررت أرجع للجزيرة واخترع أي حجة لعضو المجلس عشان يوافق يبعث معي فريق عسكري، ورميت القنابل بالجزيرة عشان كونغ يظهر. يعني ما كان هدفي هو اكتشاف الجزيرة، هدفي كان إني أصور الغوريلا والحيوانات الأسطورية الموجودة ويكون في شهود شايفين اللي صار. بكارد بعصب من سببه التافه اللي أجوا عشانه على الجزيرة واللي بسببه ماتوا كثير من جنوده، بس بقرر يترك بيل يعيش وبقرر يتجه للغرب بالأول عشان يلاقي شبمان، وبعد ما يلاقيه رح يتجه للشمال عشان يوصل لنقطة الالتقاء وبيعملوا جنازة للجنود اللي ماتوا، وبكارد بتعهد إنه رح ينتقم لرجاله من كونغ. بنروح بعدها لفريق جيمس وبرقص بحكي لهم بيل شغلني معه عشان أنا شاطر بعلم الأرض، بس ما حكالي عن الغوريلا الضخمة اللي هاجمتنا. فريق جيمس كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع باقي الناس بس الإرسال كان مقطوع، وبمروا من جنب بحيرة وفجأة بشوفوا بقرة ضخمة قدامهم، وواحد من الفريق بيرفع عليها سلاح، بس جيمس بخليه ينزل سلاحه لأنه البقرة كانت هادية وما هجمتهم، والبقرة بتضل تطلع عليهم وبعدها بتتركهم وبتمشي. بعدها بنشوف بكارد ورجاله بدوروا على شبمان بالغابة وهم بتمشوا، فجأة واحد من الجنود بنقتل بعصاية كبيرة دخلت جوا تمه، ولما بتطلعوا فوق بيكتشفوا إنه العصاي هاي رجل عنكبوت ضخم، والجنود بيخافوا ببلشوا يطخوا عليه نار، بس العنكبوت بيسحب واحد فيهم اسمه مايلز، فالجنود تراجعوا عن إطلاق النار وبلشوا يقطعوا رجلين العنكبوت وبيحاولوا ينقذوا زميلهم، وبعدها بيرجعوا بيفتحوا النار على العنكبوت وبيقدروا يتخلصوا منه وبكملوا طريقهم، بس معنوياتهم بتقل بسبب إنه في جنود عم بيموتوا منهم. وبعدها بنرجع لفريق جيمس اللي بنشوفهم وصلوا لمكان شبه معبد وبتفقدوا المكان، بس بيطلع عليهم قبيلة وبترفع عليهم السكاكين، بس بيطلع من وسط القبيلة زلمة كبير وبيعرف نفسه لفريق جيمس وبحكي لهم أنا اسمي هانك، وبيطلع إنه هانك هو الضابط الأمريكي اللي شفناه ببداية الفيلم. وهانك ظل على الجزيرة من وقتها وعاش هون 29 سنة مع سكان القبيلة. أهل القبيلة كانوا بيحبوا كونغ كثير، وكمان كون كان بيحبهم وبحميهم من أي حيوانات خطيرة. بحكي لهم هانك إنه أهل القبيلة كانوا عايشين بخوف من الحيوانات الأسطورية الموجودة لحد ما أبو وأم كونغ ظهروا وبلش يحموا أهل القبيلة، وبعد معارك كثيرة للأسف أبو وأم كونغ بموتوا، وكونغ هو اللي صار ملك الجزيرة ومهمته بالحياة إنه يحمي أهل القبيلة. وبحكي لهم كونغ هاجمكم عشان أنتوا رميتوا قنابل وصحيتوا الحيوانات الأسطورية، فكونغ اضطر يدخل بمعارك مع عدد كبير من الحيوانات بوقت قصير، بس لحسن الحظ أقوى حيوان فيهم ما ظهر ولسه نايم، وهالحيوان هو اللي خلص على أبو وأم كونغ. وبنروح بعدها لشبمان اللي كان بغسل وجهه بالمي، وبتفاجأ شبمان بوصول كونغ للبحيرة، فشبمان بركض بسرعة وبيروح يتخبى، وبنشوف كونغ وهو مصاب بإيديه بسبب معركته مع الجنود، وشبمان بشوف كونغ وهو بيشرب من المي وفجأة بهجم عليه حبار ضخم وبيلتف حوالينه، وكونغ ببلش يتقاتل معه. كونغ بيقدر يتغلب عليه وباكل ذراعاته وبيمشي من البحيرة بعد ما خلص عليه. وبنرجع للقرية وجيمس بحكي لهانك إحنا لازم نوصل لشمال الجزيرة عشان في إمدادات جيتنا هناك، وساعتها رح نهرب من الجزيرة، بس هانك بحكي له أنا صرت حافظ هاي الجزيرة كثير منيح، وبحكي لهم لو رح تمشوا على رجليكم لشمال الجزيرة مستحيل توصلوا خلال 3 أيام عشان المكان كثير بعيد. وهانك بيورجيهم قارب كان بصنع من بقايا الطيارين، بس بعد ما الطيار الياباني مات من واحد من الحيوانات ما قدرت أكمل بصنع القارب لحالي، فجيمس بقرر يساعد هانك وبكملوا بصنع القارب. وميسون بتكون بتتجول بين أهل القبيلة وبتسمع صوت غريب، فبتروح لتشوفه وبتلاقي بقرة عملاقة واقعة عليها طيارة وما بتعرف تقوم، وميسون بتقرر إنها تنقذها وبتحاول ترفع الطيارة عنها وبتحاول على قد ما تقدر بس ما بتكون قادرة. بس بتتفاجأ ميسون إنه كونغ وصل وبشيل الطيارة وبرميها بعيد وما بيعمل إشي لميسون وبمشي. وبنرجع لبكارد اللي بيكون لسه متجه للغرب وبشوفوا علامة دم عملاقة على الجبل وبفهموا إنه هذا هو دم كونغ،
وهاد بعطيهم شوية أمل إنهم رح يقدروا يخلصوا على كونغ. وبنروح لشبمان اللي كان بيحاول يتواصل مع بكارد، وبتفاجأ إنه قاعد على حيوان أسطوري على شكل شجرة. شبمان بيمسك سلاحه وبضرب عليه نار من الخوف، بس الحيوان ما بيعمل له إشي وبيمشي. فشبمان بوقف إطلاق النار، بس بطلع إنه الحيوان مشى عشان بظهر وحش خطير وباكل راس شبمان. بعد 24 ساعة جيمس وهانك كانوا لسه شغالين بالقارب، وفعلا بالنهاية بيقدروا يشغلوه وبنطلقوا للشمال. وهانك صار عنده أمل إنه يرجع لبلده مرة ثانية. أثناء ما هم بالقارب الجهاز اللي معهم بيشتغل، وبيقدروا يتواصلوا مع فريق بكارد وبطلبوا منهم يولعوا فلير بالسما عشان يعرفوا مكانهم. وفعلا فريق بكارد بيولعوا الفلير والفريقين بيعرفوا مكان بعض. بس فجأة طيور التيراسورس بتمسك فيكتور وبتطير فيه وبفصلوا أجزاء جسمه عن بعض بمشهد مرعب. وهانك والبقية شايفين اللي بصير وما في إشي بإيديهم يعملوه. بعدها الفريقين بيتجمعوا وبكارد بحكي لهم شبمان لسه عايش وأنا رح أكمل طريقي للغرب عشان ألاقيه. بس هانك بيعترض على كلامه وبحكي له بالغرب في سحالة عملاقة موجودة، ولو رحنا لهناك فرح نعرض حالنا للخطر. بس بكارد بحكي له لجيمس انت شغلتك انك بتعرف تتبع اي اشي، فالمفروض تساعدنا عشان نلاقي شبمان. وجيمس بوافق والفريق كله بيتحرك للغرب، وبوصلوا لمكان موجود فيه هياكل عظمية لأبو وإم كونغ، والمقبرة تبعتهم كانت مليانة بغاز مادة الكبريت، وبيضطروا يمروا على المقبرة ويمشوا عشان يوصلوا للناحية الثانية. وهم بنص الطريق واحد من الجنود رمى سيجارة بالأرض، والأرض كان فيها مواد مشتعلة، فصار انفجار كيميائي ضخم، وهالانفجار بلفت انتباه سحلية عملاقة، والفريق بينتبه فبروحوا يتخبوا ورا الهياكل العظمية. والسحلية العملاقة بتقرب من جيمس، ومرة واحدة السحلية بترجع اللي أكلته اليوم وبنزل منها جمجمة شبمان وسلسلته. وجيمس بشوف سلسلة شبمان وبدرك إنه مات. جيمس بيظل ثابت لحد ما السحلية بتمشي، وبعد ما مشت كل الفريق بيطلعوا من المكان اللي كانوا متخبيين فيه. بنفس الوقت بيل كان بصور المكان بالكاميرا، ولاسوء حظه الكاميرا بتعلق وبتضل تضوي وتطفي، وهالضوء بلفت انتباه السحلية وبتيجي بتبلع بيل وبتختفي بعدها بالدخان. بعد اللي صار فريقنا كل واحد فيهم باخذ مكان عشان يتخلصوا من السحلية، وبستنوا السحلية تهجم عليهم مرة ثانية. وهان كان عنده دراية بالسحلية هاي وبوقف بالمقدمة وبستناها تهجم عليه، ولما بتقرب منه بيقدر يروخها وبهجم عليها بالسيف. والجنود بيفتحوا النار على السحلية وهي بتركض بأقصى سرعتها ناحية جندي وبتبلعه، وبعدها بتركض ورا ميسون. بس ميسون بتركض بمنطقة صغيرة على السحلية، وبكارد بيبعث واحد من رجاله بقذائف لهب وبولع الجندي بالسحلية، بس السحلية بتضرب الجندي بذيلها وبصير انفجار بسبب المواد المشتعلة اللي معه، وبظهر بعدها طيور التيراسورس والجنود بضربوهم بالنار. وجيمس بيمسك سيف هانك وبلبس قناع وبدخل منطقة مليانة دخان وببلش يخلص على هالطيور، وبدخل عليهم بكل شجاعة لحد ما بوصل للجندي اللي فاقد وعيه. بس السحلية بتكون وصلت لهم، بس لحسن الحظ ميسون بتوصل وبترمي عليها نار فبصير انفجار كبير بسبب الكبريت اللي بالجو وبتنفجر السحلية. وبعدها فريقنا بيطلعوا من المقبرة، وهانك بيحكي لبكارد أنا حكيت لكم ما بنفع نمشي بهالطريق عشان مليان حيوانات عملاقة، والسحلية هاي كانت أولهم. وبكارد بيكون لسه رح يحكي إنه بده ينقذ شبمان، بس جيمس بيطلع له سلسلة شبمان وبيعرفوا إنه مات. بس بكارد أساسا ما كان مهتم وبده هسه يوصل لنقطة الالتقاء عشان ياخذ الإمدادات والأسلحة ويقتل كونغ. بس الكل بيعترض على كلامه وبيحكوا له إنه كونغ هو حيوان كويس ومش خطير زي ما كنا مفكرين، وبيفهموه ليش كونغ هجم عليهم. بس بكارد ولا كأنه سمع إشي ومصمم إنه يخلص على كونغ وينتقم منه. وهانك بعصب وبسحب سيفه على بكارد، بس بكارد بوقعه وجنود بكارد بوقفوا بصفه، وجيمس بيهديهم وبحكي لبكارد روح أنت ورجالك لنقطة الالتقاء وهات الأسلحة زي ما أنت بدك، وأنا رح آخذ فريقي ورح نرجع للقارب ورح نستنى الإمدادات تيجي. وبتفرقوا الفريقين مرة ثانية، وبكارد ورجاله هم بطريقهم بيلاقوا متعلقات شبمان وبخذوها عشان يرجعوها لعيلته، وبيبلشوا يعملوا كمين لكونغ. وبنروح بعدها لجيمس اللي بيطلع على الجبل مع ميسون وبيدوروا على القارب من فوق وبيلاقوه بنص النهر، بس بيتفاجئوا بوصول كونغ قدامهم. وكونغ بيترك ميسون تلمسه لأنه عارف إنها كويسة وكانت بتحاول تنقذ البقرة. وبعدها فريق بكارد بيسببوا انفجارات بالغابة عشان يجذبوا انتباه كونغ، وجيمس وميسون وهانك بيفهموا اللي صار وإنه هذا كمين وبدهم هسه ينقذوا كونغ، وبيتركوا باقي الفريق وبتحركوا. كونغ بيوصل للجنود وبصرخ وبكون بدور على سبب الانفجارات، بس بكارد بيرمي بالمي مواد مشتعلة والنار بتمسك بكونغ. بالأول كونغ بيكون بتألم من النار وما بيكون قادر يتحرك، بس بالآخر بيقدر إنه يطلع من النار وبروح بدعس على واحد من الجنود برجله. كونغ بيكون تعبان كثير وبوقع على الأرض، وبكارد بطلب من جنوده يحطوا المتفجرات حوالين كونغ عشان
يتخلصوا منه نهائيا. بس بنشوف بعيون الجنود إنهم مترددين بعد ما شافوا كونغ بيعاني، وجيمس وميسون بوصلوا بيدافعوا عن كونغ وبيرفعوا أسلحتهم على باكارد وجنوده، وواحد من جنوده بنقلب عليه وبرفع السلاح على باكارد. جيمس بحكي له ما في داعي نرفع أسلحتنا على بعض، بس بيقطع كلامه ودوشة طالع من المي، وبتطلع سحلية عملاقة أكبر من اللي ظهرت، وبتكون هي اللي خلصت على أبو كونغ، والكل بهرب ما عدا باكارد اللي بوقف بمكانه عشان يشغل المتفجرات ويتخلص من كونغ. بس كونغ بيكون صحي وبمسك باكارد وبصحخه بإيده. بعدها كونغ بدخل بمعركة مع السحلية، بس كونغ لأنه مصاب وتعبان السحلية بتقدر تتغلب عليه بسهولة، وفريقنا بوصل لحافة الجزيرة عشان ينقذوا حياتهم، بس لسه بكون باقي الفريق بعيد عنهم. فجيمس بطلب من ميسون تطلع على أعلى الجبل وتضرب فلير بالسما عشان باقي الفريق ينتبه ويجوا. السحلية كانت بتقرب من الفريق، وواحد من الجنود بقرر يضحي بحاله عشان يكسب وقت للفريق بالهرب، وبيطلع كل قنابله وبوقف بمكانه قدام السحلية. بس تضحية موته بتروح على الفاضي لأنه السحلية ضربته بذيلها وطيرته بالهواء، ومات الجندي بالقنابل تبعته. الكل بيكون مفكر إنه خلص هيك السحلية انتصرت، بس بوصل كونغ وبضرب السحلية على راسها، بس السحلية ما تأذت وبتروح تعض رقبة كونغ، وكونغ بيمسك فك السحلية عشان يتحرر وبيفتح فكها وكان لسه رح يقسمه نصين، بس السحلية قدرت تفلت منه وراحت عضت إيده وبتقدر إنها توقعه على الأرض. كونغ ما بيستسلم وبمسك شجرة وبشيل منها الورق عشان تصير حادة وبضرب السحلية بكل قوته، بس السحلية كانت لسه واقفة على رجليها وبتهجم على كونغ وبتوقعه على أنقاض سفينة قديمة. كونغ بيتعلق بسلاسل السفينة وما بيقدر إنه يحرر حاله. الكل بفكر إنه هاي النهاية، بس بروكس بيفتح النار على السحلية، فالسحلية بتترك كونغ وبتتجه ناحيته، وميسون بتضرب عين السحلية بالفلير اللي معها، فالسحلية بتبطل قادرة تشوف منيح، وكونغ بيكون اتحرر وبيقدر يقوم مرة ثانية، بس كانت لسه في سلسلة معلقة في إيده، والسلسلة كانت متصلة بمروحة السفينة. فكونغ بيرمي المروحة هاي على ظهر السحلية وبروح لها وبخنق السحلية بالسلسلة، وبعدها بمسكها وبرميها على الجبل اللي كانت عليه ميسون، فميسون بتوقع من فوق الجبل وبتنزل بالمي. والسحلية حاولت تهجم على كونغ، بس كونغ قدر يسدد لها كم من ضربة بوجهها وسبب لها ضرر كبير، فالسحلية بتغيب عن الوعي، وبعدها كونغ مد إيده بالمي وطلع ميسون، بس السحلية بتكون صحيت ورجعت تهجم على كونغ وبتلف لسانها حوالين إيد كونغ، بس كونغ قدر إنه يسحب لسان السحلية وفصله عن جسمها، وبهيك بكون أخيرا السحلية ماتت، وكونغ بيكون انتقم لموت أبوه وأمه. وبعدها كونغ بيطلع عليهم نظرة أخيرة وبيمشي، واللي ظلوا من الفريق بكون اتفقوا إنهم ما يحكوا عن اللي صار على الجزيرة أبدا عشان يتركوا الحيوانات تعيش بسلام. وهان كان متشوق يرجع لبيته ويشوف مرته وابنه اللي ما شافهم من 29 سنة. ببلش الفيلم مع كونغ وهو عايش في جزيرة سكول، ومنشوف بنت صغيرة اسمها جيا عايشة مع كونغ بالجزيرة. جيا كانت واحدة من سكان جزيرة الجمجمة، بس صارت عاصفة بالجزيرة وقتلت كل أهل القبيلة، وكونغ أنقذ جيا وخلاها تعيش معه. كونغ فجأة بحس إنه في إشي غلط، وبمسك شجرة وبخليها زي الرمح وبرمي الرمح بالسماء، وبطلع إنه كونغ عايش بجزيرة صناعية وفي قبة حوالين الجزيرة. كونغ لما بيكتشف هيك بيظل يصرخ، وبنشوف شكل هاي القبة من برا، وبنعرف إنه اللي صنع هاي الجزيرة الصناعية كانت شركة مونراك، وجرس الإنذار بيشتغل بشركة مونراك، وبسبب اللي عمله كونغ بتيجي المسؤولة أندروس وبتشوف اللي صار. أندروس بتكون قلقانة من كونغ إنه يدمر الجزيرة الصناعية، وبيجي المساعد لأندروس وبحكي له إحنا لازم نطلع كونغ من هون. فأندروس بتحكي له هالإشي ما بينفع يصير، لأنه كونغ لو طلع جودزيلا رح يعرف مكانه ورح يجي يهاجمه بسبب العداوة القديمة اللي كانت بين أجداد جودزيلا وكونغ. وبتحكي أكيد في حل، والبنجية اللي عايشة مع كونغ بتيجي لأندروس، وبنعرف إنه البنت صماء يعني ما بتقدر تحكي ولا تسمع، وأندروس جابتها من جزيرة الجمجمة ووعدتها إنها تحميها. وجيا بتأشر لأندروس بلغة الإشارة وبتحكي لها كونغ معصب، وأندروس بتاخد جيا معها عشان تكون بأمان. بعدها بنتعرف على مهندس اسمه بيرني كرس كل حياته بأبحاث عن الوحوش، وكل النتائج والأبحاث اللي بوصل لها بطلع بحكيها ببودكاست عن النت. وبيرني كان بيشتغل له 5 سنين بشركة اسمها إبكس، وبحكي بالبودكاست تبعه إنه شغال بالشركة هاي عشان يسرق بياناتهم، لأنه حاسس إنه إبكس وشركات ثانية تعمل مؤامرة على الوحوش. وبيوم أجت لبيرني الفرصة إنه يوصل للبيانات السرية للشركة، وبحط فلاشة بجهاز الكمبيوتر وبسرق كل بيانات الشركة، وبيكتشف إنه شركة إبكس بتبعت شحنات معينة لدولة هونغ كونغ. وبعدها بيشتغل إنذار الطوارئ بالشركة، وبيرني بفكر إنه الإنذار اشتغل لأنه كان بسرق البيانات، بس بيطلع إنه إنذار الطوارئ لكل الموظفين إنه في وحش عملاق بيقرب من الشركة، والوحش اللي جاي يهاجمهم هو جودزيلا، وكل الموظفين بيطلعوا من الشركة، أما بيرني بضل موجود مع الجنود اللي رح وقفوا جودزيلا. فجأة جودزيلا بهجم على المكان، وبيرني لما بصحى بشوف جودزيلا نازل تدمير بالشركة، وما حدا كان فاهم جودزيلا ليش بيعمل هيك.
وبيرني بشوف قدامه آلة غريبة وبظن إنه هاي الآلة هي اللي خلت جودزيلا يهاجم الشركة. ثاني يوم بنشوف على الأخبار إنه الجيش بخطط يهجم على جودزيلا لأنه هاجم شركة إبكس امبارح بدون سبب وعرض حياة الناس للخطر. وبتحكي الأخبار إنه جودزيلا هاجم بس شركة إبكس وما هاجم أي مبنى ثاني. ووالتر صاحب شركة إبكس بيحكي أنا عندي حل للقضاء على جودزيلا والحل مش موجود غير بشركة إبكس. وماديسون بتشوف الأخبار وبتعرف باللي صار وبتكون مستغربة من هجوم جودزيلا. وبعد المدرسة بتسمع تسجيلات بيرني وبتسمعه وهو بيحكي باللي صار امبارح بالشركة. وبتروح ماديسون لشركة مونراك عشان تقابل أبوها مارك وبتحكي معه بخصوص هجوم جودزيلا. وبتحكي له أكيد جودزيلا هاجم على الشركة لأنه في وحش متخبي جوا، لأنه جودزيلا طيب وأنقذنا زمان والمفروض الجيش ما يهجم عليه. بس مارك ما كان متفق معها وبحكي لها هو مجرد وحش. بعدها والتر صاحب شركة إبكس بيروح بزور عالم اسمه ليند. والتر بيكون جاي يقابل ليند لأنه ليند كتب كتاب عن نظرية جوف الأرض وبتحكي إنه في عالم تحت الأرض وهالعالم طلع منه جودزيلا وكونغ وكل الوحوش. والتر بيحكي لليند قرأت كتابك عن هاي النظرية وعجبني كثير وأنا أصلا مقتنع إنه في عالم تحتنا، وأنا اكتشفت بالقمر الصناعي إنه جوف الأرض موجود فعلا وإنه مدخله موجود بالقطب الجنوبي، بس مش قادر أدخل المدخل بسبب إنه الجاذبية اللي هناك عالية. وولتر بيطلب المساعدة من ليند عشان يفوتوا لجوف الأرض وبحكي له أنا لو قدرت أوصل لجوف الأرض رح أقدر أخلص على جودزيلا وبدي أجهز بعثة تروح لهناك وإنت رح تكون قائد البعثة. ليند بتفاجأ وبحكي له رين هو رح يتابع معك وإنت بطريقك لجوف الأرض. فليند بحكي لوالتر أنا عندي فكرة مع إنها فكرة مجنون شوي وهي إننا نخلي كونغ هو اللي يدخلنا لجوف الأرض. والتر بيوافق على الفكرة وفعلا ليند بيروح بيقابل أندروز وبطلب منها تخلي كونغ يطلع من هون عشان يوديهم لجوف الأرض. وليند بيعرفها على الخطة كلها وقصة جوف الأرض وبحكي لها إحنا محتاجين نتخلص من جودزيلا بعد الهجوم اللي عمله. وأندروز ما كانت مقتنعة بكلامه بس بتضطر توافق وتاخد المخاطرة، خصوصاً إنه كونغ مش مرتاح هون وقاعد بيكسر بالقبة الصناعية. وبتحكي لليند أنا رح أجي معك ورح أكون مسؤولة عن أي إشي بخص كونغ. وفعلاً بنقلوا كونغ وبتحركوا للقطب الجنوبي وبجيبوا سفينة ضخمة كثير عشان تشيل كونغ وبكونوا رابطينه بسلاسل وأعطوه جرعات عالية كثير من المهدئات عشان يظل هادي. وبنتعرف على واحدة من الفريق اسمها مايا. مايا بتكون بنت والتر صاحب شركة إبكس وبتحكي لليند أنا جاي معكم عشان أشوف شو اللي راح يصير، بس مايا بتكون جاية لسبب ثاني راح نعرفه لقدام. بالليل ليند بعرف الفريق إنه قدامهم 8 ساعات لحد ما يوصلوا للقطب الجنوبي. وأندروز كانت قلقانة إنه جودزيلا يظهر ويهاجم كونغ وبتحكي إنه الوحوش عندهم إحساس عالي وبيحسوا بوجود بعض، وأصلاً في حكاية قديمة عن عداوة صارت بين أجداد جودزيلا وكونغ. جيا وهي بالسفينة بتحس بإشي غريب وبتروح لكونغ وبتلاقيه متوتر كثير، فجيا بتقرب منه وبتحاول تهديه وكونغ بيهدى شوي. وأندروز بتظهر وبتحاول تاخد جيا بعيد عن كونغ عشان خايفة عليها. فجيا بتحكي لها إنه كونغ حزين ومعصب وهو حكالي بلغة الإشارة إنه مش واثق بالبشر. وأندروز بتتفاجأ إنه جيا قدرت تتواصل مع كونغ بلغة الإشارة وتفهمه. ثاني يوم الصبح ماديسون بتقابل صاحبها جوش وبنطلقوا هم الاثنين بالسيارة رايحين يدوروا على الزلمة اللي بيحكي عن الوحوش بالبودكاست، وطبعا هو بيرني. وبيرني كان له 5 سنين بيحكي عن الوحوش بس عمره ما كشف عن هويته لحدا. وماديسون كان نفسها تعرف ليش جودزيلا هاجم شركة إبكس، وجوش بيسأل ماديسون كيف راح نلاقي الشخص اللي بيحكي عن الوحوش. فماديسون بتحكي له هالزلمة دايما كان بيحكي إنه بروح محل معين بجيب منه أدوات تنظيف عشان تحميه من الإشعاعات، فإحنا راح نروح لهالمحل وراح نسأل عنه. وفعلا بيروحوا هم الاثنين لهالمحل وبعطوا رشوة للعامل اللي شغال وبسألوا عن الشخص اللي بجيب مواد تنظيف كتير. فالعامل بحكي لهم انتوا أكيد قصدكم عن بيرني، والعامل بعطيهم عنوان بيرني. وماديسون وجوش بروحوا على العنوان وبدقوا على بيرني بس هو بكون خايف وما بيفتح لهم وبحكي معهم من ورا الباب وبحكي لهم انتوا مين. فماديسون بتعرفوا انها بنت العالمة إيما اللي كانت شغالة بشركة مونراك. فبيرني عطول بيفتح وبوافق يقابلهم وبروحوا بقعدوا بمكان وبيرني بحكي لهم كل إشي وعن البيانات اللي لقاها بشركة إبكس قبل هجوم جودزيلا، وبحكي لهم في شحنة رايحة للفرع الثاني للشركة بدولة هونغ كونغ، وجوا هاي الشحنة في آلات مجهولة وما حدا بيعرفها. بس لما جودزيلا هجم علينا بالشركة شفت آلة تابعة للشحنة اللي رايحة لهونغ كونغ، فهم الثلاثة بيقرروا يقتحموا شركة إبكس ويعرفوا هاي الشحنة شو فيها بالضبط. وبالليل جيا بتحس إنه في خطر جاي وفعلا إحساسها بيطلع صح وبتشتغل أجهزة الإنذار. وجيا بتروح لأندروز وبتحكي لها أنا حاسة إنه جودزيلا بيقرب. وكونغ بنفس الوقت فعلا بحس إنه جودزيلا بيقرب وبحاول يكسر الكلبشات اللي في إيده بس ما كان قادر. وأندروز بتطلب من ليند يفك كونغ عشان يقدر يحمي حاله من جودزيلا، بس ليند برفض لأنه خايف كونغ يهرب ويغرق بالمي. وجودزيلا كان بيقرب أكثر والسفن الحربية بتبلش تضربه بالصواريخ، بس جودزيلا بهجم على السفن وبقسمها نصين
وفي طيارات حربية بالجو بتحاول تتصرف، بس جودزيلا بدمرها بذيله. وكونغ صار معصب كتير وبده يتحرر، والسلاسل كانت قوية كثير، وجودزيلا نازل تدمير بالسفن، بوصل لسفينة كونغ وبقلبها بالمي، وكونغ والفريق كله بيغرق، بس ليند بيحرر كونغ من الكلبشات عشان ما يغرق ويموت. وجودزيلا بيقرب من كونغ، بس كونغ بضربه بوجهه بعدل السفينة عشان ينقذ الفريق، وبنط كونغ على السفينة وبشيل الطوق اللي كان بيحقنوه بالمهدئات منه، وبنط من سفينة لسفينة وبمسك الطيارات وبرميها على جودزيلا. وجودزيلا بيطلع هو كمان على السفينة والمعركة بتشتعل بين الوحشين، وكونغ بضرب جودزيلا بكل قوته، بس جودزيلا برد الضربة بوجه كونغ، فكونغ بوقع بالمي، بس بعدها بقوم وبوقع جودزيلا بالمي، بس جودزيلا يسكت؟ طبعا لا، بهجم بشعاعه على السفينة اللي واقف عليها كونغ وبيدمرها بالكامل، بس كونغ قدر ينقذ حاله ونط بالمي بسرعة. بس كونغ هيك حط حاله بمأزق لأنه جودزيلا بالمي بكون قوي كثير، وجودزيلا بهجم على كونغ وبضربه برجله بيحاول يطلع على سطح المي، بس جودزيلا ما بيتركه وبمسك فيه وبسحبه لقاع المحيط. وأندروز بتأمر القبطان بإطلاق صواريخ باتجاههم، وهاي الخطة بتنجح وكونغ بتحرر وبرجع للسفينة، بس بعد ما تعب وفقد قوته بالكامل لأنه قاعد وقت كتير تحت المي بدون أكسجين، وبوقع وما بيقدر يكمل القتال. وليند بتأمر القبطان إنه يطفي كل محركات السفينة، وكانت خطة ليند إنه يمثل على جودزيلا لأنه كل الفريق مات عشان جودزيلا يفكر إنه انتصر بالمعركة. وهاي الخطة بتنجح، وجودزيلا بشوف كل المحركات متعطلة وكونغ واقع فبمشي. والمشكلة هسه بالنسبة للفريق كيف رح يروحوا على القطب الجنوبي، لأنه المحركات لو اشتغلت جودزيلا رح يرجع مرة ثانية ويهجم عليهم. فالحل الوحيد للفريق إنهم يكملوا المهمة بالطيارة. وعلى الجهة الثانية بيرني وماديسون وجوش كانوا بمهمتهم وبقتحموا مقر شركة إبكس، والمكان كان متدمر بالكامل بعد هجوم جودزيلا، والثلاثة قدروا يفوتوا من خلال فتحة صغيرة، بس ماديسون قدرت تلاقي مصعد سري وشغال وبوصلهم للطابق 33، وبيلاقوا شوية كبسولات، وهم الثلاثة بفوتوا بواحدة من الكبسولات هاي عشان يتخبوا من حراس الأمن. وجوا الكبسولة بشوفوا بيض وحوش أجت من جزيرة الجمجمة، وفجأة باب الكبسولة بتسكر والكبسولة بتنشال وبتروح مكان ثاني، وفي جهاز بالكبسولة بيحكي إنه هاي الكبسولة رايحة لمقر شركة إبكس في هونغ كونغ، وما بيكون في أي طريقة لفتح الكبسولات. أما بالنسبة لفريقنا الثاني فبوصلوا أخيرا للقطب الجنوبي، وكان في كذا طيارة شايلة كونغ بشبكة حديد، وهاي الشبكة مربوطة بأسلاك كهربائية عشان كونغ لو صحي ما يقدر يهرب. وبعد ما بوصلوا كونغ بصحى بتفاجأ إنه المكان كله حواليه ثلج، وجية بتطلع تشوفه، وكونغ كان فرحان إنه شافها، وجية بتطلب من كونغ يفوت بهالنفق لأنه هالنفق رح يوصله لجوف الأرض، بس كونغ ما كان موافق. فأندرس بتطلب من جية تحكي لكونغ إنه جوا هالنفق في بيته وعيلته، ولما جية بتحكي لكونغ هيك كونغ بركض بسرعة ناحية النفق وبفوت، وليند وباقي الفريق بيركبوا طيارات مضادة للجاذبية عملتها شركة إبكس وبفوتوا ورا كونغ. ولما بوصل لنقطة معينة كونغ والطيارة بتنسحب لتحت بسبب اختلاف الجاذبية، وبفوتوا كلهم ببوابة، وهاي البوابة بتوديهم لجوف الأرض، والطيارات بتفقد السيطرة وكانت رح توقع، وكون كمان بوقع من السما بوقع على الأرض، بس ليند قدر يسيطر عليهم وبيرجعوا بيطيروا من جديد. وكونغ ظل يركض بالمكان وبيتجه ناحية مصدر طاقة معين بالجبل، وفريقنا بيشوفوا حيوانات غريبة قدامهم كانوا أول مرة بيشوفوها بحياتهم، وهاي الحيوانات مش موجودة بأي مكان بالكوكب غير بجوف الأرض. وبيظلوا فريقنا يمشوا ورا كونغ، وفجأة واحدة من الطيارات بتتدمر من ثعبان مجنح، وكان على وشك إنه يدمر الطيارة الثانية، بس كونغ بيتدخل ومسكوا من ذيله وقلبوا على الأرض، والثعبان بيقوم وبلف جسمه حوالين رقبة كونغ وبيحاول يخنقه، بس فريقنا بيضربوا الثعبان المجنح بالصواريخ، فكونغ بيقدر يتحرر، وكونغ بيمسكه وبرميه على الأرض بقوة وبنزل فيه ضرب وبقطع الثعبان تماما، وبيكمل كونغ طريقه ناحية مصدر الطاقة. وعلى الجهة الثانية ماديسون واللي معها بوصل لهون كونغ وبيطلعوا من الكبسولة، وبيلاقوا حالهم بساحة كبيرة، وفجأة بظهر قدامهم روبوت عملاق كثير شبه جودزيلا، ومنشوف إنه رين مساعد والتر متحكم بهالروبوت. والتر بأمر فريقه بإطلاق الوحش عشان يختبروا الروبوت، والوحش كان سحلية انقبض عليها من جزيرة الجمجمة، والسحلية لما بتشوف الفريق بالساحة بتركض عليهم عشان تاكلهم، بس الروبوت جودزيلا بيتدخل وبيمسك السحلية وبشل حركتها من إيديها وبهجم عليها بشعاعه كأنه شايفين جودزيلا بالضبط، وجسم السحلية بنقسم نصين وما كان عندها أي فرصة قدام الروبوت. ورين بيحكي لوالتر إنه الروبوت استهلك 40% من طاقته بهالكم ثانية، وهيك معناه إنه هالروبوت محتاج كمية كبيرة من الطاقة. فوالتر بيحكي فريقي اللي بجوف الأرض رح يجيبوا الطاقة اللازمة للروبوت، وأنا واثق ببنتي إنها رح تقدر تلاقي مصدر الطاقة. وماديسون هون بتفهم ليش جودزيلا هاجم على شركة إبكس، لأنه فهم إنه إبكس بتصنع روبوت شبهه. وبنفس الوقت جودزيلا ببلش يتحرك ناحية دولة هونغ كونغ، وبنرجع لجوف الأرض، وكونغ بوصل لجبل حواليه مصدر طاقة كبير. كونغ بيفتح باب القلعة اللي بالجبل، واللي بيطلع إنها قلعة للحاكم السابق بهالعالم، وهاي القلعة كان عايش فيها أجداد كونغ، والمكان كان فاضي ومليان بواقي حرب صارت من مئات السنين.
وكونغ بيلاقي فأس عملاق على رأس جمجمة، فباخذ الفأس وبجرب سلاحه الجديد، وفريقين بفوتوا وراه على القلعة وبيستكشفوا المكان. وعلى الجهة الثانية بهونغ كونغ الفريق كان بيدور على طريقة للهروب، وبوصلوا لغرفة وبشوفوا فيها رأس من رؤوس التنين زيرو اللي جودزيلا خلص عليه. وبطلع إنه إبكس بتاخذ الحمض النووي من الرأس عشان تطور فيه الروبوت جودزيلا، والراس الثاني تبع زيرو محطوط جوا الروبوت جودزيلا. وبشوفوا رين وهو بحالة سبات وبتحكم بالروبوت جودزيلا. بعدها بثواني بوصل جودزيلا الأصلي لهونغ كونغ، وبيتم إخلاء المدينة من السكان بسرعة. وبجوف الأرض الفأس اللي مع كونغ بضوي وبتطلع منه طاقة زي شعاع جودزيلا. وجودزيلا بشوف على الأرض مكان معلم للفأس، فبحط الفأس فيه، والفأس هيك بيستمد قوة من مصدر الطاقة الهائل اللي بالمكان. بنفس اللحظة هاي جودزيلا بوقف بمكانه وبحس بطاقة الفأس وبيعرف مكانه، وبطلق شعاعه على الأرض تحته، لأنه تحته بالضبط كان موجود فأس كونغ اللي بسحب هاي الطاقة الهائلة. وبيحاول جودزيلا بشعاعه يعمل حفرة بالأرض عشان يوصل لجوف الأرض. وبجوف الأرض عملاء إيبكس بطلعوا روبوت صغير عشان يجمع عينات من الطاقة اللي بالمكان عشان يبعتوها لشركة إيبكس بهونغ كونغ. وأندروز بتحاول تتدخل وبتسأل انتوا ليش بتاخدوا طاقة من المكان، فمايا بنت والتر بترد عليها وبتحكي لها من هسه جوف الأرض أصبحت ملكية لشركة إيبكس. ومايا بتأمر رجالها إنهم يرفعوا السلاح على أندروز وجيا. وكونغ لما شاف السلاح مرفوع على جيا بعصب، بس بنفس اللحظة هجوم جودزيلا ببلش بالمكان، وبتصير هزة أرضية وشعاعه قرب يوصل لهم. ومايا وفريقها بهربوا بعد ما أخذوا الطاقة اللي بدهم إياها، وهاي الطاقة بتوصل لمقر الشركة عند والتر بأمر رين بتزويد الروبوت بالطاقة. ورين كان رافض التسرع، بحكي له احنا المفروض نختبر هاي الطاقة أول لأنه هاي الطاقة هائلة كتير وما عنا أي فكرة لو الروبوت أخذها شو رح يصير. بس والتر ما بيهمه وكان مستعجل ونفسه يشوف الروبوت بكامل قوته. وبجوف الأرض بيظهر طيور كبيرة وبتهجم على جنود إيبكس، وفي طير كان رح يهجم على جيا وأندروس، بس اللي بنقذهم كان شعاع جودزيلا اللي خلى الطير يطير بعيد. وشعاع جودزيلا بالفعل عمل حفرة كبيرة بين الأرض وجوف الأرض. وفريق ميا كان بده يهرب من هاي الفتحة، بس كان بيمسك طيارتهم بكسر الطيارة بإيده، وباخد بعدها الفأس تبعه بروح للأرض عشان يواجه جودزيلا. ليند وأندرز وجيا بركبوا الطيارة وبهربوا برضه من الفتحة. وماديسون واللي معها كانوا لسه بيدوروا على مخرج، بس حراس الأمن بلاقوهم بقبضوا عليهم. كونغ العملاق بكون وصل لهونغ كونغ وبستعد عشان يواجه عدو اللدود، وبتبلش المعركة بينهم. وكونغ بهجم عليه بس ضربته ما كانت قوية، وجودزيلا بيستغل الفرصة وبيوقعه. وجودزيلا حاول يهجم عليه بشعاعه، وحاول كونغ يكسر فك جودزيلا، بس الموضوع ما كان بهاي السهولة مع جودزيلا. وكونغ بيمسك الفأس تبعه وصد فيه هجوم جودزيلا اللي بالشعاع. وبيكتشف كونغ إنه طاقة جودزيلا هي نفس الطاقة اللي كانت بجوف الأرض. وجودزيلا بعد ما أدرك إنه الفأس تبع كونغ انشحن منه بقرر ينقض على كونغ وبيقلبه بإيده وبيقدر يوقعه، وببلش يطلق شعاعه على كونغ. كونغ بيحاول يهرب من هجوم جودزيلا وبضل ينط من عمارة لعمارة، بس بالآخر الشعاع بضرب كونغ بظهره. ليندو اللي معه بيقدر يوصل للمدينة وبشوف المعركة اللي بين كونغ وجودزيلا. وكونغ بيستخدم جزء من عمارة كدرع له لحد ما يوصل للفاس تبعه، وبعدها بصده هجوم جودزيلا بقرب منه بضربه على راسه ضربة قوية، وبسبب الاصطدام والطاقة الضخمة اللي طلعت الاثنين بيطيروا بعيد. ماديسون واللي معها حراس الأمن بخدوهم لعند والتر عشان والتر يورجيهم الروبوت الجديد اللي صنعه عشان يهزم فيه جودزيلا. والتر كان هدفه من هيك إنه يخلي البشرية ترجع تسيطر على الكوكب بالكامل، والمعركة برا كانت لسه ما خلصت. كونغ بنط على ظهر جودزيلا وبعطيه كم من ضربة، بس جودزيلا بيمسك كونغ بوقعه على الأرض وبعطيه إصابة في إيده. وكونغ بعد ما إيده انصابت بطل عنده طاقة كافية، وجودزيلا بهجم عليه وبيحاول يمسكه. وكونغ بيتراجع، وجودزيلا بيستخدم مخلبه وبجرح كونغ ببطنه، وبعدها بحط رجله على صدر كونغ. وكونغ ما كان عارف يتنفس، وجودزيلا بصرخ بوجهه عشان يعرفوا إنه هو ملك الوحوش. وجودزيلا بعد ما شاف إنه كونغ خلص انهزم ومش قادر يرد عليه بيتركه وبمشي. كونغ حاول إنه يقوم بس جسمه كان تعبان على الآخر وبوقع وبيغيب عن الوعي. وبعدها جودزيلا كان متجه لخصمه الثاني، ورين وقتها كان متصل بالروبوت، بس بصير عطل مفاجئ بالسيستم، وهذا اللي رين كان متوقعه. ورين صار مش قادر يتحكم فيه، والروبوت صار بتصرف من راسه وبيقرب من والتر بهجم عليه وبخلص عليه، وبعدها بخلص على رين وبيدمر غرفة التحكم، وبعدها بدمر المبنى بشعاعه وبتجه ناحية جودزيلا وبدمر المدينة بالطريق. وأول ما شاف جودزيلا بيهاجموا بالصواريخ، والاثنين بدخلوا بمعركة مدمرة، وجوش بيحاول يسيطر على الروبوت ويرجعوا تحت التحكم بالسيستم. وليندو اللي معه بينزلوا من السفينة وبتفاجئوا بالمعركة اللي صايرة حاليا، والروبوت ماسك جودزيلا ومقطعه بدون أي رحمة. وجيا بتكون زعلانة إنه كونغ واقع على الأرض وتعبان وقلبه متوقف، وليند بيقترح يستخدم سفينة إيبكس عشان ينعش فيها قلب كونغ. المعركة بين جودزيلا الأصلي والروبوت كانت لسه شغالة، وبعدها كل واحد بيطلق شعاعه على الثاني وبوقع جودزيلا على الأرض وبكون شبه انهزم. لين بهبط بالطيارة على قلب كونغ وببرمجها إنها تنفجر، وبعدها هو بيطلع بركض
والطيارة بتنفجر، وفعلا كونغ بيصحى، وجيا بتحكي له أنت لازم تساعد جودزيلا بالقضاء على الروبوت. وكونغ كان متردد شوي بالأول، بس جيا بتقنعه وبتحكي له جودزيلا مش عدوك، الروبوت هو اللي عدوك. كونغ بيقتنع بكلامها وبشوف إنه جودزيلا بنهزم، فبقرر يساعده وبوقف على رجله بهجم على الروبوت من ورا قبل ما يخلص على جودزيلا. وبيتحد كونغ وجودزيلا بالقضاء على الروبوت، وهم الاثنين بيمسكوه بضربوا فيه البنايات، وكونغ بضربه براسه، بس الروبوت بيقدر يضربهم بأسلحته وبيوقعهم. وبروح يكمل على جودزيلا، بس كونغ بيجيب الفاس تبعه وبضرب فيه الروبوت، بس مع هيك الروبوت بصد هجمات وبسيطر على المعركة، وكان خلص رح يقتل كونغ. بس جوش قدر يعطل جهاز متصل بالروبوت، فالروبوت بيتوقف عن العمل، وكونغ حاول يتحرر منه، وجودزيلا بهجم بالشعاع على فأس كونغ عشان يزوده بالطاقة. وكونغ بيقدر هسه يدمر ايدين الروبوت لأن الفأس صار جواته طاقة كبيرة، وبقدر يدمره تماما وبجيبه الأرض، وبعدها بعطيه القاضية وبدمر راسه تماما. وبعدها الانتصار كونغ بيرتاح على الأرض لأنه تعب كثير، وجودزيلا بيقرب من كونغ، فكونغ بيقوم بيوقف وبفكر إنه رح يدخل بمعركة معه، بس جودزيلا ما بهجم عليه لأنه لولا كونغ كان زمانه ميت. فكونغ بيرمي الفاس تبعه عشان هم يبطلوا أعداء، وجودزيلا بعدها بيمشي. وبعد كم شهر شركة مونراك صنعت مقر إلها بجوف الأرض، وكونغ قرر يروح يعيش هناك بجوف الأرض، وأندروس وليند وجيا بيقدروا يروحوا يزوروه بأي وقت، بينما كونغ هو ملك جوف الأرض. الفيلم بيبلش مع كونغ في عالمه بجوف الأرض، وبنشوف وحوش برية بتطارده. كونغ بيستدرجهم بذكاء لطرف الجبل، وهناك بكون عاملين لهم فخ، وكونغ بيمسك جثة واحد فيهم وبقسمه نصين، واللي يضلوا بيخافوا وبهربوا. بعدها بنشوف كونغ قاعد لحاله زهقان من الوحدة، والمشكلة الأكبر إنه سنه كان بوجعه، بصرخ من الوجع وبفكر إنه سمع صوت غوريلا ثانية، فبنط فورا باتجاه الصوت متحمس، بس بيطلع إنه حيوان صغير بيقلد الأصوات، فبصيبه الإحباط. بنفس الوقت على سطح الأرض وتحديدا بإيطاليا بظهر وحش عنكبوت عملاق، وبيبلش يدمر بالمدينة. جودزيلا بحس فيه وبيطلع من المحيط وبدخل معاه بمعركة. طبعا جودزيلا أقوى منه بكثير وبخلص عليه بشعاع تاعه بكل سهولة. بهاي الفترة بكون جودزيلا هو حامل بشر، وأي وحش بيطلع على الأرض بخلص عليه بسرعة. بجوف الأرض بقاعدة شركة موناراك، الموظفين اللي براقبوا كونغ بتوصلهم إشارات غريبة من منطقة مجهولة مش قادرين يفهموها. بيبعتوا هاي الإشارات للدكتور أندروز المسؤول عن أبحاث كونغ. أندروس بتفكر تبعت فريق يستكشف مصدر الإشارات، وبتروح تطمن على جودزيلا بتلاقيه نايم بإيطاليا بعد ما خلص على العنكبوت. بعدها منشوف جيا البنت اللي تبنتها أندروس واللي كونغ أنقذها زمان، بتكون بالمدرسة وفجأة بتجيها رؤية غريبة وبترسم كل إشي شافته بالرؤية غصبا عنها. المديرة بتستدعي أندروس وبتحكي لها إنه تصرفات جيا غريبة ودايما منعزلة. أندروس بتحاول تحكي مع جيا، وجيا بتعترف لها إنها قلقانة على كونغ ومش قادرة تتأقلم مع الناس لأنه أهلها وقبيلتها ماتوا كلهم. بالليل أندروس بتكتشف إنه رسومات جيا بتشبه الإشارات اللي أجتهم من جوف الأرض. بنفس الوقت وحش غامض بدمر كل أجهزة المراقبة بقاعدة مونوراك اللي بجوف الأرض. ثاني يوم أندروس بتروح لصديقها بيرني وبتورجيه الإشارات والرسومات عشان يساعدها بحل اللغز. بنفس الوقت بيجيهم خبر إنه جودزيلا صحي من نومه لأنه حس بوجود وحش جديد، والمفاجأة إنه كونغ كمان بيطلع من جوف الأرض. جيا بتتواصل مع كونغ وبتعرف إنه طلع لأنه بتوجع من سنه. أندروس بتجيب دكتور بيطري اسمه ترابر وبخلع له السن اللي بوجعه وبركب له بداله سن حديد. بيرني بيكتشف إنه الإشارات هاي مش من وحوش، هاي إشارات استغاثة من بشر عايشين بجوف الأرض، وإنه حركة جودزيلا أكيد إلها علاقة بالموضوع. أندروس بتقنع مديرتها تسمح لها تاخد فريق وتنزل لجوف الأرض عشان تشوف القصة، وجيا بتصر إنها تروح معها. الفريق بيركبوا الطيارة بروحوا على جوف الأرض برفقة كونغ. لما بوصلوا بلاقوا القاعدة متدمرة بالكامل وجثث الموظفين بكل مكان. بلفت انتباه أندروس بصمة إيد كبيرة على الحيط، وبتعرف إنها مش لكونغ، يعني في وحش ثاني هو اللي عمل هيك. بنفس الوقت كونغ بيرجع على بيته وبلاقي دم وحش غريب، فبمسك فاسه وبنزل يستكشف منطقة أول مرة بروح عليها، وهناك بتفاجأ بوجود قرد صغير اسمه سوكو. فجأة مجموعة غوريلات ثانية بتهجم على كونغ وبكتفوه، بس كونغ بكون أقوى منهم وبخلص عليهم كلهم. كونغ بيمسك سوكو وبيهدده عشان يوصلوا لقبيلة الغوريلات. الفريق اللي مع أندروس طيارتهم تتعطل بسبب إشارات غريبة وبتسحبهم للجهة الثانية.
بيطلعوا من الطيارة عشان يستكشفوا، وفجأة وحش متخبي ببلع الطيار ميكيل مرة واحدة، وهم بهربوا جيا بتلاقي آثار لحضارة شعبها، وبتكتشف إنه قبيلتها كانت عايشة هون زمان، وبيلاقوا معبد سري وبيفتحوا بوابة بتوديهم على مصدر الإشارات، وهو عالم مخفي جوا جوف الأرض. بنرجع لكونغ وبنكتشف إنه سوكو كان بيضحك عليه وبده يوقعه بفخ مع ثعبان عملاق. كونغ بتقاتل مع الثعبان وبخلص عليه، وبعدها بيمسك سوكو بيحكي له وديني للقبيلة وإلا رح أخلص عليه. سوكو بيخاف وبقرر يوصله للمكان الصح. بعدها منشوف كونغ وهو باكل من لحم الثعبان وبعطي قطعة لسوكو، وسوكو بيستغرب من طيبة كونغ وببلش خوفه منه يل. بهالوقت جودزيلا بوصل للقطب الشمالي وبتقاتل مع وحش اسمه تيمات عشان يمتص الطاقة الكهرومغناطيسية الهائلة الموجودة بمخبأه ويزيد قوته. جودزيلا بيخلص على تيمات وبيبلش يمتص الطاقة. الفريق بوصل للعالم السري وهناك بيلاقوا قبيلة إيواي، قبيلة جيا. القبيلة بتتواصل بالتخاطر وهم اللي بعتوا الإشارات عشان بدهم جيا ترجع تعيش معهم. قائدة القبيلة بتورجي أندروس نقوش على الحيط بتحكي قصة قديمة. زمان الوحوش والبشر كانوا عايشين بسلام والغوريلات كانت تحمي البشر، بس ظهر غوريلا شرير اسمه سكار كينج كان مهووس بغزو سطح الأرض. جودزيلا حاربه وهزمه وسجنه هو وقبيلته بمنطقة نارية بجوف الأرض، والمشكلة إنه سكار كينج لسه عايش وبشكل تهديد كبير. كونغو وسوكو بوصل للمنطقة النارية وبشوفوا عشرات الغوريلات شغالين زي العبيد عند سكار كينج. كونغ بيتدخل عشان يدافع عن جريد، وهون بيظهر سكار كينج بيقرب من كونغ وبشوف سنه الحديد وبصير يضحك عليه. سكار بكون رايح لعند سوكو عشان يخلص عليه لأنه جاب واحد غريب على القبيلة، فوالده بيدافع عنه بس سكار بيمسكه وبرميه على النار. كونغ بيصرخ على سكار فبتبلش بينهم المعركة، وسكار بهجم على كونغ بسلاحه اللي بيكون بنهايته كريستالة وبيبين إنه سكار قوي. بلف السلسلة على رقبة كونغ وبكون رح يخلص عليه، بس كونغ بيقدر يلفه على الجهة الثانية. بكون القرود هيتدخلوا بس سكار بيمنحهم وبستدعي وحش بالكريستالة واللي بيكون اسمه شيمو، بيكون شبه جودزيلا بس بيكون بيطلع شعاع جليدي، وسكار بيكون بيتحكم بشيمو عن طريق الكريستالة. شيمو بيطلع الشعاع على كونغ بيحاول يتصداله بالفاس بس ايده بتتجمد. سوكو بيحاول انه يساعد كونغ وبيدله على مكان يهرب منه. كونغ بيقدر انه يهرب بس بنسى فاسه مع سكار. سكار بأمر القرود يلحقوا ورا كونغ. القرود بتقدر انها توصل لكونغ وبيحصروه، وكونغ بيكون تعبان بسبب الإصابة اللي في إيده، والقرود بتنتبه للفخ وبيقدروا إنهم يعدوه وبكونوا خلاص راح يهجموا على كونغ. بس فجأة الفخ بيشتغل وبوقع عليهم الصخور وبموتوا، وبطلع إنه سوكو هو اللي ساعد كونغ، بس بطلع إنه في قرد عايش وبيلحق ورا سوكو وكونغ وبعرف مكان قبيلة إيواي، وبروح لسكار وبحكي له عن كل اللي شافه وبحكي له إنه في هناك بوابات بتودي لسطح الأرض. فسكار بس يسمع هيك بيتحرك هو والقرود وشيمو. بعدها بنرجع لأندروس واللي بتكون بتقرأ قصة شيمو وبتعرف إنه وحش مش شرير، بس سكار قدر يتحكم فيه بالكريستالة، وجودزيلا بشحن طاقته عشان يحارب شيمو وسكار. أندروس كمان بتقرأ إنه قبيلة إيواي مؤمنة إنه في شخص رح يظهر آخر الزمان ورح يصحي ملكة النصرة ملكة الوحوش، واللي بتكون حليفة جودزيلا، واللي رح يصحيها شخص من جزيرة الجمجمة. فبتفهم أندروس إنه قصدهم عن جيا. بعدها بنرجع لجودزيلا واللي قدر يشحن الطاقة كاملة وبكون صار أقوى بكثير. بعدها بنشوف ترابر وهو بفحص بإيد كونغ وبعرف إنه إصابته خطيرة. ترابر بيتذكر إنه شركة مونراك صنعت ذراع آلية لكونغ، فبيروح بجيبها وبركبها على ذراعه المصابة. كونغ بتعافى وإيده بتصير أقوى. جيا بتقنع كونغ إنه محتاج مساعدة جودزيلا، فكونغ بيطلع عبر بوابة لسطح الأرض وتحديدا عند الأهرامات بمصر، وبصرخ بصوت عالي عشان جودزيلا يحس فيه. جودزيلا بفكر إنه كونغ بيتحداه فبروح له هو معصب وبيبلش يتقاتل معاه. جودزيلا كان رح يخلص على كونغ بس فجأة بوصل وحش النصرة وبيتوقف جودزيلا وبتفهموا القصة، وهيك بتحالفوا الثلاثة مع بعض، جودزيلا وكونغ وملكة النصرة. قبيلة إيواي بترمي سائل أحمر جوات المي عشان يقدروا يسكروا البوابات قبل ما يصل سكار وشيمو، بس بنفس اللحظة بوصل سكار وبيخلي شيمو يجمد وحدة من البوابات قبل لا تسكر. الترابر بيقدر يجيب الطيور اللي فيها كهرباء وبتهجم على سكار والقرود اللي معه، وجودزيلا وكونغ بوصلوا وبتبلش المعركة الملحمية. جودزيلا ضد شيمو وسكار ضد كونغ.
الجاذبية بتتعطل فبطيروا الوحوش بالجو وبيكملوا القتال. شيمو كان رح يجمد جودزيلا بس نصرة بتتدخل وبتقدر إنها تلحقه. الجاذبية بترجع والوحوش بيكونوا قريبين من بوابة فبدخلوها والمعركة بتنتقل لشاطئ بالبرازيل. الوضع بيكون صعب. سكار وشيمو بتعاونوا على كونغ. سوكو بيقدر يلاقي الفاس تبع كونغ وبدخل البوابة ليوصل له إياه. جودزيلا بيقدر إنه يهجم على سكار وبمسكه من السلسلة تاعته وبرميه لبعيد وبيقدر إنه يدمر السلسلة بس الكريستال بتطير لبعيد وكونغ بشوف الكريستال وبيحاول إنه يروح ياخدها بس سكار بيقدر إنه يهجم عليه. باللحظة هاي بوصل سوكو وبيقدر إنه يدمر الكريستال بالفاس اللي معه وبصير انفجار كبير وهيك شيمو بكون قدر إنه يتحرر من سكار. فسكار بعصب وبروح ليهجم على سوكو بس كونغ بهجم عليه وبضربه وبروح برميه لجودزيلا وجودزيلا بترميه بذيلها فكونغ بيمسكه وبرفعه لفوق وشيمو بنتقم من سكار بهجم عليه بالشعاع وبجمده كامل فكونغ بيمسكه وبرميه على الأرض وبدمره كامل وبصرخ صرخة الانتصار وجودزيلا بطلق شعاعه بالسما. وجيا بتقرر تظل عايشة مع أندروز وملكة النصرة بتصلح الحاجز اللي بيحمي قبيلة إيواي. وجودزيلا بيرجع على إيطاليا وبينام بسلام. أما كونغ فبيرجع مع سوكو وشيمو لقبيلة الغوريلات وبصير هو الملك الجديد لجوف الأرض. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.